في ناس كتير سألتني على السناجب وليه أنا بعتبرها أخطر حيوان في أمريكا. بعيد عن إن شكل السنجاب كيوت وحلو كده وظريف لطيف وبيتنطط وما بيعملش مشاكل مع حد وآخره يلعب مع أصحابه السناجيب، يعني ما تشوفناش سنجاب مثلا بيتخانق مع سنجاب تاني أو سنجاب بيتخانق مع حيوان، لا هو آخرهم بيلعب ويتنطط كده في الغابة وبس، ما بيعملش حاجة غير أكتر من كده. هو الراجل عايش كده ياكل البندق اللي احنا اتكلمنا عليه قبل كده اللي هو شبه الفول السوداني، وبس ما بيعملش حاجة تانية. كمان السنجاب الناس بتقول ان هو الفلاح الامهر في امريكا، لانه كل الغابات او جزء كبير من الغابات دي زرعوها السناجب، لان السنجاب بياخد البندقية كده، بياكل اللي يقدر عليه، والباقي بيقول لك لا هو بيحسب كده في دماغه انا اخليها بعدين لما عوزها الاقيها، فيروح باحت في الارض ويروح مخبيها وينساها، فتطلع شجره بعد كده لما ينزل المطر او البرد والاعاصير وبتاع ده، فتطلع شجره. فهو اللي زارع غابات كتير يعني، فالسنجاب لولا السنجاب كانت الدنيا تبقى صحراء يعني، ولكن يظل ان هو حيوان غبي. جابوا خطورته في تردده، ان يعني مثلا بتلاقيه مثلا عايز يعدي الشارع وانت شايفك عربيه جايه، فهو يحسب في دماغه ان هو لا لسه في مجال قدامنا نعدي، ويروح معدي نص الطريق ويروح يجي في النص واقف وشايف العربيه جايه عليه، وان هو مش مكمل ولا راجع، وشايف العربيه انت تقلب له في النور وتدي له تلاكسات وتطلع راسك من الشباك اوعى يا ابن الكلب هدوسك، وهو ما يوعاش. فهو بسبب كده تخلف، فتلاقيه ان انت غصب عنك فعشان تتفاداه فممكن تعمل حادثه. وحوادث كتير في أمريكا حصلت بسبب السناجب، عشان كده هو المتسبب الأساسي في عدد كتير من الحوادث، ويعتبر من أخطر الحيوانات في أمريكا. كل الشكر لكل السناجب في حياتنا.